بقول الحمد لله والشكر لله على المكسب. مكسب حلو قوي وقبل ما نطلع افريقيا وعليا الحمد لله، يعني بحمد ربنا واللعيبه كلها والجهاز كلهم، يعني الناس واقفه جنبنا كلنا. احنا الشوط الاول تشكيل الماتش ده تقريبا 90% كله ما بيلعبش، فكله جعان كوره، كله عايز يلعب، كله طبعا عايز يثبت نفسه. اللعيبه اللي بتلعب على طول تعبان، فعلا تعبانه جدا ومجهدين جدا، عشان كده كان دايما تلاقي الشوط الثاني بنبقى وحشين شويه، لان هو بنلعب 4 ايام، كل 4 ايام ماتش، دي صعبه جدا. فاللي حصل النهارده ريحنا اللعيبه كلها اللي بتلعب، واللعيبه اللي ما بتلعبش لعيبه كبيره يعني، فالحمد لله يعني مش ثبتت نفسها، بس يعني كانت في مستوى كويس الحمد لله. حازم، يمكن اداء راقي من حازم امام على وجه الخصوص النهارده، بالاضافه لبعض اللاعبين والجمهور بيطالب. عايز اعرف منك، انت قلت انك هتعتزل بنهايه الموسم، انا حاسس انك حازم لسه يدي كتير، انت قررت ايه؟ ندي كتير، بس حسب اللي لازم الفرقه تساعدني او النتائج تساعدني شويه. بس لما النتائج تبقى وحشه دايما الناس بتبص لحازم، فيقول لك كفايه بقى حازم وبتاع، لما النتائج تبقى وحشه. فهي نتائج اللي تساعدني، لما النتائج تبقى كويسه ببقى حازم كويس. يعني ممكن نشوف حازم امام الموسم القادم وبعد القادم؟ لا هو بكتير قادم، لكن تحت القادم صعب.